عمرك حسيتي انك كتشرح راسك بزاف وحتى مع ذلك الناس ما كتحترمكش بحال اللي خاص؟ عمرك خرجتي من شي موقف وحسيتي انك عطيتي بزاف وما خديتي والو؟ الا كان هادشي واقع ليك راه هاد الفيديو ليك، حيت اليوم غنهضروا على عادة وحدة كتبان بريئة ولكنها كتهرس الهيبة بلا ما تحس. كاين بزاف ديال الناس طيبين قلبهم نقي وما باغينش المشاكل، ولكن كيطيحوا في واحد الغلط اللي خطير. هاد الغلط هو كثرة التبرير. كتبرر علاش درتي هاد الشي، كتبرر علاش ما درتيش داك الشي، كتعتذر حتى الا ما غلطتيش، وكتحسب راسك ان بهاد الطريقة راه انسان محترم. ولكن الحقيقة العكس هاد الشي هذا. علاش كثرة التبرير كتنقص الهيبة؟ وسطروا عليها بالاحمر عافاكم. ملي كتشرح راسك بزاف كتعطي احساس انك ما واثقش من القرار. الانسان اللي عنده الهيبه ما كيحتاجش يبرر كل حركه. راه الهيبه ما كتجيش من كثرة الكلام، كتجي من الهدوء ومن الثقه. راه كثرة التبرير بحال اللي كتقول للناس بلا ما تهضر انك محتاج رضاهم. انا راني خايف ما تعجبكمش قراراتي، والناس كيحسوا بهذا الشيء حتى الا ما قالوا والو. تخيل معايا هاد المشهد وركز معايا مزيان. واحد قال: اسمح لي حيت تأخرت، راه كان زحام وكنت عيان ووقع ليا مشكل. والاخر قال: تأخرت نكملو. نفس الغلطة ولكن الإحساس مختلف. الأول كيطلب الاعتذار والثاني هادئ وما تحتاجش يشرح. الهيبة هنا جات من الصمت ماشي من القسوة. فين كيبان الفرق الحقيقي؟ كاينين ناس صديقي غير كيدخلوا لشي بلاصة وكيوقع الصمت، ما يحتاجش يشرح ولا يبرر ولا يدير شي حاجة، حدو تيوقف. الهيبة من عند الله سبحانه وتعالى، ما تيقدرش بنادم كاع يشوف فيه، وحتى إلا شاف فيه وشاف فيه ما تيعاودش يشوف فيه. وهذا هو قانون اللعبة. الصمت مهم بزاف. والمشكلة كتلقاه ما كيهضرش بزاف، ولكن إلا هضر كيسمع له كل شيء. علاش؟ حيت صديقي العزيز ما كيضيعوش وقتهم في التبرير ولا في الدفاع عن النفس. عارفين القيمة، ما كيحتاجش يشرح كاع. رسالة مهمة لك أخي. إلا كنتي ديما كتحاول تكون مفهوم وكتحاول ترضي الجميع وكتخاف يفهمك شي واحد والآخر يغلط، راه الهيبة ديالك كتضيع شوية بشوية يا صديقي. ماشي حيت انت ضعيف، ولكن حيت طيبة اكتر من اللازم عندك. شنو دير باش تطلع؟ هنا سؤال مهم. ما تشرحش راسك. الا طلبوا منك نقص الاعتذار. الا كان الخطأ حقيقي دير قرار، ولو وقف عليه تعلم تقول هذا قراري وتسكت. راه ماشي كل واحد خاصو يفهمك، وماشي كل موقف خاصو الشرح. الانسان اللي واثق من راسو ما كيدافعش على قيمته حيت عارفه. الهيبة ما كتفرضش وما كتشراش. الهيبة كتبنى بالصمت، بقلة الكلام، بالثقة انك ما تحتاج تشرح راسك لكل واحد. الا بغيتي تكون محترم بدا باحترام الصمت.